في يوم من الأيام طلب المعلم من تلاميذه يكتبوا عن أحلامهم. كتب ولد صغير بكل براءة: لما أكبر عايز يكون عندي مطعم كبير وفلوس كتير وأتجوز واحدة جميلة. صحح المعلم الورق، ولما رجعها للولد لقى نفسه راسب. راح له يبكي وقال: ليه يا أستاذ؟ أنا كتبت حلمي. رد المعلم بكل برود: عشان حلمك مستحيل. الولد سكت ومسح دموعه وخرج من الفصل وما رجعش تاني. مرت السنين وكبر الطفل، اتعب واشتغل ومر بمصاعب، بس ما نسيش حلمه أبدا. وفعلا عيب تشوف اسم النبي وما تصلي عليه وتشترك في القناة. بقى راجل ناجح وفتح مطعمه الخاص واتجوز حب عمره وبقى عنده فلوس كتير. وفي يوم دخل عليه زبون عادي في المطعم، بصله كويس واتفاجئ: ده أستاذه القديم. المعلم قال له وهو مش مصدق: انت حققت أحلامك المستحيلة؟ رد الرجل بابتسامة كلها فخر: أيوة، اتحققت، والمطعم ده هو ورقتي اللي رسبتني فيها زمان.